بداية كده قبل ما اقول لكم طريقة الوصفة الحلوة بزيادة دي، عايزة احكي لكم قد ايه الفيديو ده كان ظروفه صعبة قوي. اسمعوا حكايتي. في البداية كده كنا جعانين بالليل من فترة، فدخلت المطبخ ولقيت عندي المكونات اللي هتشوفوها دي، فاخترعت مع نفسي وافتكست كده الأكلة دي. ولما لقيتها طلعت حلوة قوي، فقلت لازم أصورها لكم بقى وأنزلها كده قبل العيد. ولما جيت أمنتجها لقيت مقاطع كتيرة ممسوحة من على الموبايل، فصممت أصورها تاني رغم الحر اللي احنا فيه ده، وبدل ما اصور لكم وصفه جديده من كتر ما انا متاكده ان هي هتطلع حلوه وهتعجبكم جدا، وانها كمان سهله قوي في عمايلها. المهم انا طولت عليكم، انا اسفه جدا. فتعالوا بقى سريعا اقول لكم انا عملتها ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تعملوا بقى لايكات كتير. واللي اول مره بيشوفني انا رغدان. اول حاجه كده في طاسه حطيت معلقتين زيت وحطيت لحمه مفرومه. هبتدي بقى كده افككها واحط عليها التوابل قبل ما تغير لونها. حطيت ملح وحطيت بهارات لحمه، وهحط كزبره ناشفه، وهحط كمان 7 بهارات وفلفل اسود. بس كده. هبتدي بقى اقلبها لغايه كده ما تغير لونها وخلاص تبقى تقريبا استوت كده 30%. هحط بقى بصلايه كبيره متقطعه صغير ومعلقه صغيره مهروسه من الثوم، و5 دقايق كده تاني على النار. هحط بقى فلفل الوان، وكمان حطيت سويت شيلي صوص معلقتين بس كده، وهحط كمان زيتون. بس كده تقلبتين بعد ما احط الفلفل الالوان واحط الزيتون، تقلبتين وكده خلاص جاهز. ما تسيبوش الفلفل يعني يدبل قوي. صينيه بقى وهدهنها كده دهنه محترمه من الزيت. ده بقى عيش صاج او عيش سوري، جبته حطيت عليه معلقه كبيره من المايونيز، دهنتها. واحط بقى اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض وحطينا عليها الاضافات دي، واحط كمان جبنه رومي. حطيت شريحتين كده جبنه رومي وجبنه اللي هي مثلثات، وهطبقها نفس التطبيقه اللي انتوا شايفينها، مفيش اسهل من كده خالص. بصوا فوق وتحت كده وشمال ويمين مربع كده بالظبط كده. هوريكم كمان واحده تانية. المايونيز على فكره بيفرق وبيدي طراوه كده ليها، بيفرق في طعمها جدا. طبعا ممكن تغيروا في انواع الجبن، بس الجبنه المثلثات لازم تحطوها، بتدي طعم حلو. فوق الوش بقى دهنت مايونيز. والوقت بقى خلاص هي جاهزه تدخل الفرن. ولعت الفرن من تحت. هتقعد بقى كده لغايه ما تاخد لون كويس. وكنت بصوا بوريكم ان انا بتك عليها بالسباتشولا كده مرتين، بفتح الفرن وبتك مولعه من تحت بس. قلبتها على الناحيه التانية، وبعدين بقى لما خدت لون حلو كده من الناحيتين طلعتها وحطيت فوقيها جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا مش مهمه خالص، انا لما عملتها وعجبتني عملتها كذا مره بعد كده. ساعات ما بحطش الجبنه الموتزاريلا دي تطلع خطيره برضو. دي اضافه كده، حابين تحطوها حابين مش حابين خلاص. هندخلها بقى تاني، والمره دي هنولع الشوايه لغايه بس ما الجبنه تسيح، مش عايزين تاخد لون ولا اي حاجه. بصوا هي كده جاهزه، حلوه جدا جدا. انا حسيت كمان ان هي تنفع في العيد، عارفين يعني قريبه من الجلاش والرقاق. غيروا هتحبوها كمان اكتر على فكره من الرقاق. يعني انا من ساعه ما جربتها كده من شهر وشويه، وانا تقريبا كل اسبوع بعملها، ساعات اكتر كمان من مره. حلوه جدا يعني، خطيره بقى. يعني هي اصلا كده ومعاها بطاطس محمره وسلطه، يعني نعملها في الغدا كفايه جدا. بس اتمنى تجربوها بقى، عشان انا زي ما قلت لكم الفيديو ده كان ظروفه مش احسن حاجه، بس هي تستاهل ان انا اصورها تاني لانها هتعجبكم جدا ان شاء الله. اعملوها في العيد، عملتوا اكيد اول يوم رقاق او تاني يوم، اعملوها بقى في يوم من ايام العيد كده اللي فاضله، هتعجبكم جدا. وغير عيد على فكره هتحبوها غدا عشاء، حلوه جدا جدا. هتعجب كمان الصغيرين والكبار. وبس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير وشير للفيديو. بحبكم قوي، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. باي باي.